السلام عليكم عشاق ومحبي نادي شبيبة القبائل أينما كنتم، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. معطى الله ينتقل بشكل رسمي إلى نادي شبيبة الثورة وبندين خارج أسوار النادي، والطاقم الفني والإداري يبدد كل الشائعات حول بقائه. وفي تفاصيل هذا الخبر، معطى الله يحسم التحاقه بشبيبة الثورة بعدما كانت إدارة شبيبة القبائل قد تخلت بشكل رسمي عن خدمات اللاعب معطى الله. رسم هذا الأخير كل الإجراءات الخاصة بالتحاقه بنادي شبيبة الثورة، وفي مغامرة جديدة لهذا الأخير والتي سيهدف من ورائها على بعث مشواره الكروي من جديد والعودة بقوة إلى مستوياته الحقيقية، والتي قد تكون السبيل الوحيد للرد على المشككين خاصة الذين طالبوا برحيله من الكناري. الطاقم الفني يتخلى نهائيا عن بندين ويبدد الشائعات. تخلى الطاقم الفني بشكل نهائي عن اللاعب بندين، والذي أجرى التجارب مع شبيبة القبائل في طرابلس تركيا، وهي الخرجة التي جاءت لتبدد كل الشائعات، خاصة أن بعض المصادر أشارت في الأيام الماضية إلى أن المشرف الأول على الجهاز الفني جوزيف زيمباور هو من كان يطالب الإدارة بجلبه، وأصر على التعاقد معه بالرغم من محدودية مستواه.